ده سؤال ممكن يبان كأنه من فيلم خيال علمي، صح؟ بس الحقيقة لأ، الموضوع أقرب للواقع بكتير مما أي حد فينا ممكن يتخيل. في الشرح ده هنشوف مع بعض إيه هي العلامات اللي ممكن تكشف لو في حد بيتلصص على حياتنا كلها من خلال الجهاز الصغير ده اللي في إيدينا كلنا. طيب، الإجابة بصراحة هي مقلقة شوية. للأسف ده احتمال وارد جدا. التجسس على الموبايلات ده ما بقاش فكرة في فيلم، لا، دي حاجة حقيقية وبتحصل. والمشكلة إن علاماتها ممكن تكون بسيطة قوي، لدرجة إننا ممكن نتجاهلها وما ناخدش بالنا منها خالص. وعشان كده أهم حاجة هو الوعي. ده خط الدفاع الأول والأساسي لينا. الاقتباس ده بيوضح بالظبط حجم الكارثة. الموضوع يا جماعة مش مجرد شوية معلومات بتتسرب وخلاص. لا، دي ممكن تبقى حياتنا كلها حرفيا مكشوفة. يعني مش بس الرسائل الشخصية، لا، ده ممكن يوصل لمعلومات الشغل الحساسة جدا. كل ده ممكن يكون في إيد شخص تاني تماما. وده بقى اللي بيخلينا نسأل السؤال الأهم: طيب إزاي أصلا ده بيحصل؟ تمام، عشان نعرف نحمي نفسنا لازم الأول نفهم العدو بيفكر إزاي المراقبة دي بتحصل من الأساس. الفكرة كلها إن الموبايل ده اللي في جيبنا ما بقاش مجرد تليفون، ده بقى بيجمع كل أسرارنا، حرفياً كل حاجة. وده طبعاً بيخليه هدف مغري جداً لأي حد. الأداة الأساسية في اللعبة دي هي حاجة اسمها برامج التجسس أو السباي وير. تخيلوا كده برنامج خفي شغال في الخلفية 24 ساعة من غير ما أي حد يحس بيه. بيسجل كل حاجة بنعملها ويبعتها لشخص تاني، كأن بالظبط في واحد معاه نسخة طبق الأصل من موبايلنا وشايف كل حاجة. والبرامج دي ممكن تدخل الجهاز إزاي؟ سهلة جدا للأسف. ممكن من لينك مشبوه حد يضغط عليه، أو تطبيق شكله عادي بس هو مزيف، أو حتى لو حد مسك الموبايل لدقيقتين بس. والموضوع له شكلين. الشكل الأول هو تطبيقات معمولة مخصوص للتجسس، والشكل التاني واللي ممكن يبقى أخطر كمان هو استغلال تطبيقات عادية جدا كلنا بنستخدمها زي جوجل مابس مثلا. النوع التاني ده خطورته في إنه بيستغل ثقتنا في التطبيقات دي، وده بيخلي اكتشافه أصعب بكتير. طيب، بما إننا عرفنا إن الخطر ممكن يجي من حتت مش متوقعة، يبقى لازم نعرف إيه هي العلامات اللي ممكن تفضحه. العلامات دي عاملة زي أعراض المرض، لو ظهرت لازم نبدأ نقلق وناخد بالنا. أول مجموعة علامات ليها علاقة بأداء الموبايل نفسه. لما يكون في برنامج تجسس شغال، ده بياكل من موارد الجهاز، وده طبعاً بيبان على أدائه العام. شوفوا، برامج التجسس دي بتبقى شغالة 24 ساعة في الخلفية، بتسجل بيانات وبتبعتها. كل ده بيستهلك طاقة والمعالج بتاع الموبايل. النقطة المهمة هنا هي التغيير المفاجئ. يعني لو الموبايل فجأة بقى بيعمل كده من غير سبب واضح، هنا لازم نقف ونسأل. المجموعة التانية بقى من العلامات ليها علاقة بتصرفات الموبايل نفسه. لما الجهاز يبدأ يعمل حاجات لوحده كده، دي علامة خطر واضحة جداً. التصرفات اللي زي دي ممكن تكون دليل مباشر إن في حد عنده وصول عن بعض للجهاز. يعني كل دي ممكن تكون علامات إن في طرف ثالث، طرف خفي بيستخدم الموبايل بتاعنا كأنه ريموت كنترول. طيب، نيجي بقى للعلامات اللي بتدل بشكل مباشر على سرقة البيانات نفسها. آخر مجموعة دي مش مرتبطة قوي بالأداء قد ما هي ليها علاقة بالديتا وإعدادات الخصوصية، ودي بقى بتبقى أدلة قوية جدا. دي ميزة قوية جدا بالذات لمستخدمي الآيفون، لأنها من نظام التشغيل نفسه. يعني لو النقطة الخضراء أو البرتقاني دي ظهرت من غير ما نكون فاتحين الكاميرا أو المايك بنفسنا، ده مش مجرد شك، ده تحذير مباشر من الموبايل بيقول خلي بالك إن في حاجة غلط بتحصل. برامج التجسس دي وظيفتها مش بس إنها تجمع البيانات، لا، دي لازم تبعتها كمان للمخترق. العملية دي بتستهلك ديتا. فلو لقينا استهلاك باقة الإنترنت بتاعتنا نط الأرقام مش منطقية خالص بالنسبة لاستخدامنا العادي، ده ممكن يكون دليل قوي إن في كمية بيانات ضخمة بتتسحب من الجهاز في الخفاء. كل علامة من دول بتشاور على نفس المشكلة، في حد تاني بيتحكم في الجهاز. رسائل غريبة دي ممكن تكون أكواد أو أوامر سرية بين المخترق وبرنامج التجسس. الإعدادات بتتغير لوحدها، ده معناه إن المتحكم ده بيجهز الموبايل عشان يسرق معلومات أكتر. طيب، لو في شك إن في علامة أو أكتر من دول موجودين، نعمل إيه؟ الخطوة اللي جاية هي إننا نتعلم إزاي نبدأ نفحص الموبايل بنفسنا ونتأكد من كل حاجة. المراجعة دي المفروض تبقى عادة دورية، يعني كل فترة ندخل على الإعدادات دي ونبص بصة نقدية كده. هل التطبيق ده فعلا محتاج صلاحية الكاميرا عشان يشتغل؟ لو الإجابة لأ، يبقى نقفلها فوراً. مدير الأذونات في أندرويد هو مركز التحكم في الخصوصية بتاعتنا. من المكان ده بنقدر نشوف كل تطبيق بيطلب يوصل لإيه بالظبط. ما نتعاملش مع القائمة دي كأنها مجرد إعدادات وخلاص، لا، نعتبرها حارس الأمان بتاعنا. خلاص، لو اكتشفنا فعلا إن في مشكلة، إيه الحل؟ المرحلة دي بقى هي مرحلة الفعل.
إزاي نستعيد السيطرة الكاملة على جهازنا وخصوصياتنا؟ دي كلها حلول سريعة ومبدئية. إعادة التشغيل ممكن تكون كافية للبرامج البسيطة، والتحديثات دي مش بس عشان مميزات جديدة، دي في الأساس عشان تسد ثغرات أمنية مخترقين بيستغلوها. ومسح أي تطبيق مش بنستخدمه دي عادة صحية لازم نعملها دايماً. إعادة ضبط المصنع ده هو الحل النووي، هو فعال بنسبة 100% ضد أي برامج تجسس، لكنه كمان بيمسح كل حاجة تانية معاه. عشان كده قبل ما نفكر حتى نضغط على الزرار ده لازم نتأكد إن كل حاجة مهمة لينا موجودة في مكان آمن بره الموبايل تماماً. بعد ما حلينا المشكلة، الأهم هو إزاي نمنعها من إنها تحصل تاني. لازم نغير طريقة تفكيرنا من رد الفعل للفعل الوقائي، يعني نحمي نفسنا من الأول. الأمان الرقمي هو مجموعة عادات صغيرة بنعملها كل يوم. زي ما بنقفل باب بيتنا كويس، لازم نقفل موبايلنا بقفل قوي. وزي ما بنبص من العين السحرية قبل ما نفتح، لازم نفكر 1000 مرة قبل ما نضغط على أي لينك. الأمان الرقمي مش سباق سرعة، ده ماراثون من القرارات الصغيرة الصح كل يوم. وفي النهاية تأمين الجهاز بتاعنا هو مجرد خطوة، لكن تأمين حياتنا الرقمية بالكامل ده سؤال أكبر كلنا لازم نفضل نسأله لنفسنا، والإجابة دايماً بتبدأ بالوعي والحرص.